مرارة الهزيمة والانكسار عبرت بينا الروح النصر والكرامة، وده اللي حصل مع بطل حلقتنا النهاردة. البطل أبو العلا السعيد العدوي اللي ترحل للجيش الثالث كتيبة 237 الفرقة 19 مشاة، واستلم الدبابة وبدأ يتدرب عليها لأن الوقت ده كان الجو هادي شوية. اتكلم البطل عن الدبابة وقال إنها كانت عنيفة لأنها كانت موديل قديم، ورغم ذلك كان بيفتخر انه بيقدر يحقق نتائج عظيمه بدبابته القديمه، لان من خلالها كان بيقدر يصطاد دبابات العدو اللي كانت احدث بكتير من دبابته. ومن حظ البطل ان يوم 6 اكتوبر كان يوم اجازته، وكان مهيئ نفسه انه هيروح يشوف اسرته، لكن الصبح لاحظ عربيات جيب كتيره بتتحرك في الموقع بطريقه مش مريحه. ولما سال القائد قال له اصل النهارده عندنا تفتيش، اوعدك اول لما التفتيش ينجح هتاخد على طول تصريح الاجازه انت وزمايلك. لكن البطل بيحكي وبيقول ان القائد خرج عليهم بعد التفتيش بس بشكل تاني خالص، لابس الخوذه والرشاش على كتفه وشكله كده كأن في كارثه كبيره. ولسه البطل بتاعنا هيسال القائد على تصريح الاجازه، لقى القائد رد عليه بقوه وقال له الزم مكانك انت وهو وكل واحد على مهمته. بطلنا بيقول ان الدنيا اتقلبت في ثواني، وكانت الساعه 2 الا 7 دقائق بالظبط، ولقى حوالي 17 طياره مصريه جايين من جبل عتاقه وكانهم جايين من معركه. هنا أدرك بطلنا وزمايله إن الدفاع الجوي بيقوم بعملية بس مش أي عملية، خصوصا لما شافوا طياراتنا خدوا تشكيل ضرب الصواريخ في اتجاه العدو. المنظر زرع جواهم فرحة وقوة لا تتوصف، ونساهم إنهم كانوا نازلين لأهاليهم، كل واحد فيهم كان نفسه جسمه يبقى صاروخ ينفجر في العدو ويقضي عليه. وهنا العقيد فوزي محسن أصدر تعليمات لجنود المشاة بالتحرك الساعة 2 بالظبط، لكن بطلنا وزمايله قالوا له مش دي المواعيد اللي اتدربنا عليها. هنا القائد قال لهم إن الطيران المصري بيحمي منطقة العبور كويس، لكن مش ضامن إن الحماية دي تستمر 5 دقايق. لحظات صعبة عاشوها الجنود، حالة من الدربكة والزحام والقرارات الفجائية، مشاعر كتير كانت بتغلي جواهم وبتحرك جسمهم للعبور. بدأت دبابة البطل في العبور وكان بعد المغرب تقريبا، لكن شاف نقاط حصينة للعدو كل ما يضرب عليها ما تتأثرش، لأن العدو كان عامل زي سور من القضبان الحديد، وكان مدعمها بأقفاص مليانة حجارة، فكان صعب تدميرها. ما لقوش أي مقاومة من العدو وكأنهم هربوا من النسور المصرية. بيحكي البطل عن تفاصيل اقتحام الدشمة اللي بيستخبى فيها الجنود الإسرائيليين. كان العميد فاروق بيقود دبابته تجاه الدشمة اللي فيها الجنود الإسرائيليين، وما كانش واخد تعليمات بكده، لكن من قرار نفسه صمم على اقتحامها، بالرغم من إن كان في اتصال ما بينه وما بين قائد الكتيبة بيمنعه من اقتحام النقطة دي، لأن دبابة العميد فاروق كانت ضعيفة وعلى قدها وكان بسهولة يتم استهدافها. لكن للأسف ما استجابش للأوامر وصمم على اللي في دماغه، ولأنه دخل في محيط نقطة ما ينفعش منها الخروج ولا العودة، فما كانش قدامه غير إنه هو يضرب على البوابة الإلكترونية بتاعة الدشمن. ولكن للأسف البوابة كانت أقوى من القذائف بتاعته وما كانش قدامه غير الاستسلام. لكن ذكاء الجندي المصري أقوى من إنه يستسلم. مع كل دبابة بيكون في برميل بيتم تفجيره وقت الانسحاب عشان بيعمل سحابة سوداء وبيدي فرصة للدبابة إنها تنسحب في أمان، وده اللي عمله قائد المجموعة، مسك البرميل وفجره في الدشمة، خلى الإسرائيليين مش عارفين يتنفسوا وخرجوا من الحفر زي الفيران. في الوقت ده كان في جندي إسرائيلي بيستفزهم شوية، كل شوية يطلع راسه يشتم أبطالنا ويستخبى تاني، وقدروا أبطالنا إنهم ياخدوهم أسرى. وبيحكي بطلنا إنهم قفلوا باب المدرعة بصعوبة من كترهم، وبيحكي بطلنا إن في وقت الحصار ما كانش عندهم أكل خالص، وطبعا صعب يوصل لهم الدعم. في الوقت ده كانت إسرائيل بيبعتوا لجنودهم وجبات حلوة جدا عشان يسببوا إحباط للجنود بتوعنا، لكن انتوا عارفين جنودنا ما بيفرقش معاهم الحاجات دي، لو لقوا بورصه يسلخوه ياكلوه. ومن المواقف اللي بيحكيها بطلنا ان يوم 14 اكتوبر حصل هجوم من 4 طيارات اسرائيليه، طيارات استطلاع، جايين عشان يعرفوا اسرارنا واعدادنا وامكانياتنا ويبعتوا دعم ويخلصوا علينا. وقال العقيد فوزي محسن يا رجاله ال4 دبابات دول ما ينفعش يرجعوا تاني، لان دول لو فلتوا منكم هنلاقي الافات من الدبابات الاسرائيليه جايه تدمرنا. هنا البطل بتاعنا لوحده اصاب دبابتين وقدر يعطل الدبابه الثالثه، لكن المشكله بقى في الدبابه الرابعه ان الجنود اللي فيها قدروا يهربوا. العقيد قال لهم ليه رجعتوا وسبتوا الدبابه مكانها كده العدو يقدر يستغلنا؟ فبطلنا قال له بسيطه يا فندم، انا عارف مكان الدبابه واقدر افجرها بالمدفعيه. لكن القائد بقى طلب الاصعب من كده، قال لهم تروحوا تجيبوا لي الدبابه دي وتكون عندي قبل طلوع الشمس. بيكمل بطلنا وبيقول انهم لما راحوا للدبابه ما عرفوش يشغلوها لانهم متعودين على الدبابه الشرقيه، ودي دبابه غربيه وطريقتها مختلفه شويه. وحصل اتصال ما بينهم وبين فريق الميكانيكا الخاص بينا وعرفوا منهم الشرح ازاي يحركوه، ونجحوا ابطالنا وقدروا يحركوا الدبابه للقائد اللي فرح وكان هيرقص من الفرح. وقبل ما اختم الحلقه هقول لكم على موقف حلو قاله لنا البطل. كان في عسكري مشاه معاه صاروخ مضاد للطيارات اسمه الضبع الاسود، فكان بطلنا وزمايله كل شويه يستفزوا العسكري ويقولوا له انت هنا ليه؟ طيران العدو في السماء فوقينا والسلاح اللي معاك
عطلان ملوش لازمه. والكلام ده خلى العسكري منفعل ومستفز من جواه، وراح مصدر السلاح بتاعه على طياره في السماء بتاعه العدو، مع انهم في الوقت ده كانوا واخدين اوامر بعدم اطلاق النار تماما. لكن من حظ العسكري الغلبان ده ان الضربه بتاعته اصابت طياره اسرائيليه جابتها في الارض. الدنيا اتقلبت لدرجه ان قائد كتيبه الدفاع الجوي وقتها كان القائد مليجي، جه بسرعه وراح مطلع اورنيك ذنب للجندي، ودي معناها بقى ان فيها محاكمه عسكريه وممكن توصل لاعدام، لانه قام بضرب في وقف اطلاق النار بدون اوامر، ودي عقوبتها الاعدام رميا بالرصاص. الجندي لما شاف المنظر ده اترعب، خصوصا لما جه قائد اللواء السابع بنفسه وبيقول مين اللي ضرب القذيفه دي. رد عليه قائد الكتيبه وقال له ان الجندي ده هو اللي عمل كده من نفسه. واللواء بص للجندي وقال له فين اورنيج الذنب اللي معاك؟ بعد كده اخدوا منه وقطعوا، طبطب على كتفه وقال له انت ليك ترقيه في شهر 11. لحد هنا وخلصت حلقتنا، بس طالما بنتكلم عن ابطال مصريين تبقى حكاياتنا ما بتنتهيش. الف سلام وتحيه لكل ابطالنا المصريين.